في يا عمو مالك هتديني الخازوق امتى يا عمو امتى في وسط المشكلة؟ ماشي. أميراتي الحلوين، مشكلتنا النهاردة من راجل محترم عنده 42 سنة، راجل أربعيناتي، بيقول لنا إيه بقى؟ أنا عندي 42 سنة، زوج وأب البنتين وولد، اتجوزت مراتي عن قصة حب ووقفت جنبي من تحت الصفر، ست محترمة واستحملت فوق طاقتها، وهي البنت الوحيدة المدللة اللي كانت طلباتها كلها أوامر عند أهلها، طالعة من بيت عز زي ما بنقول. تمام، حلو لحد كده، وعلى الرغم من ده عمرها ما طلبت حاجة ولا حسستني ان في حاجه ناقصه، شبعانه يا عمو شبعانه. وكانت مخليه البيت جنه، وكل همها ازاي تسعدني، وكانت دايما متفائله، وكانت دايما تقولي ان بكره احسن. المهم انا اشتغلت في شركه عن طريق والدها، والشركه دي كان ليها فرع في الخليج. الست كتر خيرها شجعتني اننا نسافر، وفعلا سافرنا، واستحملت الغربه معايا، واستحملت مني حاجات كتير جدا في الغربه. وعلى الرغم من ده كانت بتخفف عني، ورزقنا ربنا بالاولاد والفلوس. حلو قوي لحد كده، ربنا يا رب يسعدكم والنبي تكمل على خير. وتحولت حياتي للاحسن، وبقيت اشتري لها ذهب واصفرها، وكانت حياتنا مستقره والحمد لله. كنت ساعات بزهق من روتين الحياة، وكنت اختلق المشاكل زي أي راجل أصيل عشان أتخانق. كانت تستحمل وتجري عليا وتصالحني، محترمة، وتقول لي حقك عليا، ولو غلطانة في حاجة سامحني. هي جميلة من بره وجوه، وقلبها زي الأطفال، بريئة، ولكن والكل بيحبها، وانا كمان بحبها أوي. طب ايه، فين المشكلة؟ فين المشكلة بقى؟ انا خايفة من الكلام، ست محترمة الف مليون راجل يتمناها. وبعد فترة اتعرفت على واحدة، مش بقول لكم الخازوق هيجي في النص. عجبني بقى، وشدوا فيها ايه بقى جرأتها وطريقتها، وانها مسافرة لوحدها عشان تشتغل. حسيت ان انا عايزة اكمل معاها دايما. يعني هي عجبتك علشان هي جريئة ومسافرة لوحدها، وده اللي شدك فيها. لكن الست المحترمة اللي قاعدة وصاينة بيتك وعيالك، ابتديت تتمرع عليها. تمام. كنت بشوف مراتي بتتصل بتصلي وبتعيط كتير، وطلبت مني احيانا نتكلم لانها حاسه ان في حاجه غلط. طبعا ست بتحب، واحساس الست، لكن انت تسلك لا ما تسلكش. في حياتنا كنت اتحجج بالشغل واني مش فاضي، واروح اكلم البنت اللي عرفتها، وبقيت مش قادره استغنى عنها. هي عمرها 38 سنه، بنت ما اتجوزتش قبل كده، وتقدم لها طبعا السيناريو اللي احنا عارفينه، وتقدم لها ناس كتير، بس هي بتدور على الحب. مش قادره، يعني مستنيه الحب لحد ال 38، والحب ما يقعش غير في راجل متزوج ويعول وعنده اولاد. تمام. لغاية ما القدر قابلني ببعض، وكتبنا الكتاب. هي نزلت مصر، ومراتي عرفت وانهارت، وراحت المستشفى، وطبعا كل الولاد والأصحاب في صفها. ولما خرجت من المستشفى طلبت الطلاق، والأولاد موافقينها، خصوصا ابني الكبير. أنا دلوقتي مش عارف أعمل إيه، أنا بحبها ومش عايزة أطلقها، وبرضه حرام أظلم مراتي، يا عيني يا عيني. أظلم لمراتي التانية، حرام. حرام أظلمها مراتي التانية، كفاية إنها استحملت إن يكون جوازنا في السر يا سيدي، ومن غير فرح ولا حد يعرف، عشان بتحبني. اعمل ايه عشان ما اطلقش مراتي الاولى وما اخسرش حبي التاني؟ بصوا انا مش هعلق، انا هسيب لكم الحكم في التعليقات. ويا رب. انا نفسي اعمل لك منشن، نفسي اعمل لك منشن. صح، اذا اؤتمن خان. والله الواحد ما عارف يقول ايه.